اظني زين ولا؟ خلاص اوكي الحين. يا مرحبا بعيال. شو تعرف عن واحة القطارة؟ ما نعرفوش. والله ما كنت بعرف عنها، بس جينا نستكشف اليوم مع قصص ابو ظبي ومجلس شباب العين. فحياكم الله. اكسبيرينس جديد مختلف، ما بحرق عليكم المفاجآت. سوينا مبادرة يرويها الشباب بالتعاون مع مجلس العين للشباب. في هذه الجولة كانوا معانا حول 40 شاب وشابة. ودنا نستكشف مع الشباب أوجه كثيرة من واحة القطارة يتعرفون عليها. تشمل الواحات، الأفلاج، القلاع. ولأن الهدوء جزء من المكان، كل واحد لبس سماعة. فيها أصناف نخيل، فيها أنواع من الفواكه يمكن أن تتميزونها. هذه الفواكه موجودة متوفرة في واحات العين من زمن قديم. الفكرة بتاع السماعات كثير حلوة، بتحافظ على السلامة بتاع المكان. ندري إن المسافة طويلة، بس المعلومات تستاهل. حلو بعد ترى رياضة. برج الدرام عرفنا حاجة جديدة اليوم. شفنا الزرع اللي موجود عندنا اللي يمكن ما كنا نعرف انه موجود. نحن في جانب مسجد عيسى الظاهري، وبتلاحظون لوحة مكتوب عليها أيضا وقف فاعل خير. بيت بنبدوة هو بيت دفاعي من القرن ال16، تمام؟ صح شفنا جزء كبير من التراث، بس في النهاية شفنا الحداثة. وهذه كانت أول محطة من مبادرة يرويها الشباب.